أول تعليق لبوعلام سنسال بعد خروجه من السجن. كنت معزولاً عن باقي السجناء، لا قلم ولا أوراق لكي أكتب، فقط هناك بعض الكتب الدينية والإسلامية. حاولوا جاهداً إرهاقي نفسياً وفكرياً. بالليل لا يتركونني أنام. كان يأتي زائراً متخفياً كأنه شبح، يطلب مني الصمت وعدم الكلام. وسنطلق سراحك. وحينما لا أرد عليه يردد نفس الكلام طوال الليل عبر مسجل صوتي لكي أجن أو يهتز موقفي. ولكن كنت أحمي نفسي، وفي نفسي كنت أخلق عالماً نسبياً لي لكي أعيش بداخله ولا أهتم بما يقولون. أرادوا تشتيت أفكاري وإخراجي من قوقعتي بكل السبل.